خسيت ليه؟ هقول لك خسيت ليه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره حد يشوفني او ما يعرفنيش، فانا اسمي محمد عبد الله، ومن العنوان بتاع الفيديو ازاي اعمل دايت ب 1500 جنيه في الشهر، وهل المبلغ ده اساسا هيكفي ان انا ادخل احتياجي من البروتين؟ وهدفي من السلسله دي ان انا اثبت لاي حد عايز يتمرن ويحافظ على صحته ويعمل شيب كويس ان مش شرط تصرف مبلغ كبير على الدايت، لان زي ما احنا عارفين ان الدايت غالي والاكل غالي جدا الفتره دي. لا، انت تقدر تتمرن بالمتاح معاك. لو انت معطل نفسك عشان الدايت غالي، فانا جايب لك الحل في السلسله دي. فتعال اقول لك انا جبت ايه بالمبلغ دوت. لو انت معاك 1500 جنيه تجيب بيهم ايه؟ اول حاجه انا بدات بيها، بدات طبعا بالبروتين. جبت 5 كراتين بيض، الكرتونه عامله 105 تقريبا، الخمسه هيكلفوك حوالي 525 جنيه. تاني حاجه هتجيبها هي الشوفان. كيلو الشوفان حاليا عامل 60 جنيه، طبعا الفرط مش المعلب، انت هتجيب شوفان فرط عشان المبلغ اللي معانا. طبعا الكيلو حاليا عامل 60 جنيه، فجبت 5 كيلو، ال5 كيلو عاملين 300 جنيه. تالت حاجة هتجيبها هي التمر. كيلو التمر حاليا عامل 65 جنيه، فهتجيب ال2 كيلو ب130 جنيه. رابع حاجة هتجيبها هي الترمس، وكيلو الترمس عامل 70 جنيه، فال2 كيلو هيعملوا معاك 140 جنيه. خامس حاجة هتجيبها هي السوداني. كيلو السوداني عامل 200 جنيه، فأنا جبت كيلو ونص هتجيبه ب300 جنيه. الحاجات دي أنا لسه جايبها، والأسعار زي ما بقول لك كده. بس المهم وانت بتشتري الحاجات دي، روح للاماكن اللي بتبيعها جمله. بلاش تروح مكان يكون مثلا سوبر ماركت او مكان فخم يعني بيبيع حاجه غاليه. لا، روح مكان يكون بيبيع الحاجه دي جمله. الشوفان زي ما قلت لكم هتجيبه فرد. كده انا قلت لك انت هتشتري ايه ب 1500 جنيه. تعال اقول لك بقى ازاي ترتب الوجبات بتاعتك، والوجبات اللي انا ماشي عليها الفتره الحاليه. ببدا بالوجبه الاولى، بتكون 150 جرام شوفان و200 مللي لبن و50 جرام سوداني. دي الوجبه الاولى، باخدها تقريبا اول ما بصحى على طول. الوجبه الثانيه بتكون بيضة و200 جرام بطاطس و200 جرام عيش بلدي، اللي هو العيش بتاعنا عادي، مفيش أي مشكلة. الوجبة دي أنا بفضل إن أنت تقسمها على مرتين. لو عندك وقت، ما عندكش وقت خلاص دخلها على مرة واحدة، بس الأفضل إن أنت تقسمها على مرتين عشان هي الوجبة تقيلة عامة يعني، عشان صحة الهضم بتاعتك. نيجي الوجبة التالتة. الوجبة دي هتكون قبل التمرين بساعتين، هتدخل فيها 150 جرام رز وبيضتين ومعاهم 100 جرام ترمس. بعدها هتدخل قبل التمرين سناك 5 تمرات، وبعد كده هتروح تتمرن. بعد التمرين طبعا هتدخل الوجبة الأخيرة، هتكون برضو نفس الوجبة اللي هي الأولانية، هتكون 150 جرام رز قبل الطبخ و100 جرام ترمس وبيضتين، برضو بيضتين كاملين. أهم حاجة توزن الرز والكارب بتاعك عامة يعني قبل ما يستوي، لأن الكارب زي ما احنا عارفين بيمتص المية ووزنه بيزيد. يعني السعرات اللي احنا دخلناها 3400 سعرة، ونسبة الكارب زي ما انتم شايفين، ونسبة البروتين حوالي 150 جرام بروتين ب 50 جنيه بس في الشهر. فأنت تقدر تتمرن وتعمل عضلات ب 1500 جنيه في الشهر زي ما قلت لك. المشكله دي عند ناس كتير وانا واحد منهم، وحبيت اشارك معاكم الرحله دي عشان لو حد عنده نفس المشكله بتاعتي، فانا جبت لك الحل. كده انا حليت لك المشكله بتاعت الدايت. هتفضل معانا مشكله التمرين. لو انت مش عارف تتمرن بجدول ايه، او تلعب كام مجموعه العضله، او تريح قد ايه المجاميع، كل الاسئله دي هنجاوب عليها باذن الله الفتره اللي جايه في الفلوجات اللي جايه. فتابع معايا ان شاء الله. النهارده رايح الجيم، عندي تمرينه ابر، هحاول اصورها لكم وادردش معاكم شويه برضه. النهارده تمرينه ابر. هنبدا الشكل الاول راد بول داون، بس هنلعبه فردي على الكابل. ميزه التمرين دوت ان هو ما بتعملش فيه البو فليكشن، وبتتني الكوع بتاعك عشان ما تركزش على عضله الباي. ده بيعزل عضله اللاتس شويه، بيقلل التفعيل مع عضله الباي. بسم الله. طب الوزن ده عشان تزود الثبات في التمرين دوت. لو عايز تزود الثبات بتاعك، حاول تدخل رجل قبل التانية. لو ينفع تسند على دكة هنا تمام ماشي، ما ينفعش خلاص دخل رجل وطلع الرجل التانية قدام التانية. وانا هروح هنا. اهم حاجة في التمرين انك تثبت كوعك مفروض زي كده.
التمرين التاني هنلعب رفرفة أمامي، بس هتكون على الدكة. هتخلي زاوية الدكة على 70 درجة أو 60 عادي، مفيش أي مشكلة. خليها على 70 درجة. هتلعب بالشكل ده. لما تنزل بالوزن ما تخليش الوزن يريح منك للآخر، خليك متحكم في الوزن قبل ما يوصل للآخر بسنة بسيطة. من أكتر الأسباب اللي خلتني ننزل في المستوى بتاعي إن أنا كان عندي يقين دايما إن أنا هرجع، لما هرجع أحسن من الأول بكتير. فده غلط كبير جدا، لازم تستمر لأطول فترة ممكنة تقدر عليها. إنما هتفكر إن أنت هتريح وبعد كده ترجع وترجع بمستوى أحسن من الأول، هتخسر كتير صدقني. نازل تقريبا حوالي 9 كيلو عضلات، كنت الأول 74 كيلو وحاليا 66 كيلو. فدي يعني من أكبر الغلطات اللي معظم الشباب بتقع فيها، إنه مفكر إنه لما يريح فترة بيرجع، إن هو عارف إن هو يقدر يرجع للمستوى بتاعه تاني وأحسن. بس ما تريحش يعني، روح واعمل اللي عليك بالمتاح معاك، مش لازم تكون متدخل احتياجك من البروتين أو احتياجك من الأكل كامل. لا، روح واعمل اللي تقدر عليه، بس أهم حاجة إنك مستمر على اللي أنت بتعمل عليه. ما تبطلش تمرين أبدا، حتى لو الاكل بتاعك مش تمام، النوم مش تمام، برضو خليك برضو مستمر على التمرين، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتحافظ بيها على عضلاتك. انما لو بطلت تمرين فانت بالتالي عضلاتك هتخسر على معظم عضلاتك بشكل كبير جدا يعني. نلعب الشكل الرابع لعضلات البايسبس، هنلعب ماتشة كير. الشكل ده انت تقدر تكتفي بيه لعضلات البايسبس بتاعتك، بس الشكل ده ممكن لو لعبته لوحده يطور لك عضلات الباي بشكل كبير جدا. اهم ميزه في الشكل دوت ان هو بيزود الثبات بتاعك، بيحمل في وضعيات المنتصف. تلعبه بالشكل ده. بسم الله. غلط كبير معظم الشباب بيقع فيه في التمرين دوت، لما الوزن بيبدأ يتقل أو المجموعة بتبدأ تصعب عليه، إن هو بيحرك كتفه وبيشقلب كده بالوزن. كده بتأثر على الكتف بتاعك، مش محتاج منك تطلع لحد هنا بس كده، مش محتاج منك إنك تتمرجح كده بالوزن، كده ما بتستفادش أي حاجة. من الحاجات المهمة جدا اللي كانت مضايقاني الفترة اللي فاتت دي، إن هو كل ما حد يقابلني أنت خسيت ليه؟ السؤال ده اتسألته تقريبا 100 مرة، أكتر سؤال اتسألته أكتر من كلمة إزيك أساسا. لما اشوف اي حد بيتمرن ومثلا الوزن بتاعه نزل في الوزن او خس، اكيد يعني هيكون غصب عنه، ممكن انت مش عارف ظروفه ايه، وهو اكتر حد هيكون زعلان على كده يعني، لان هو اللي تعب مش انت. فانت لما تشوف حد نزل في الوزن او مستواه نزل، ما تقدرش تقول له انت خاسس ليه، اكيد هو عنده مرايه وشاف نفسه اكيد يعني. وانا والله شايف نفسي كل يوم في المرايه وعارف ان انا خسيت، مش لازم كل شويه تقول لي انت خسيت ليه، انت خسيت ليه. ما تروحش لواحد مكسور وتقول له تعالى نجري، معلش يعني. لما يكون لك حد صاحبك او اي حد انت ما تعرفوش عامه، معرفه كده من اي اللي بيتمرن معاك في الجيم، هتلاقي مستواه نزل، ما تسالوش ان هو زي ما قلت لك، هو اكيد يعني ايه، عارف ان هو نزل ومش محتاج نصيحتك يعني، هو بيشوف نفسه كل يوم في المرايه، مش لازم انت تحط له التاتش بتاعك وتقول له انت خسيت ليه، هو عارف ان هو خس. فيا ريت يعني ما تسالش حد، ادعي له يا عم طالما انت عايز تعرف سبب ان هو خس ليه،
مش هيفيدك في اي حاجه. تركز في نفسك وتركز على نفسك وتتمرن وتطور، مش هتستفاد اي حاجه خالص لو عرفت ان هو خس ليه يعني دي بس يعني الحاجه دي كانت مضايقاني جدا الفتره اللي فاتت دي. على العموم يعني عايز تعرف خسيت ليه؟ اقول لك خسيت ليه. نلعب كتف خلفي على الكيبل، لما اكتر يعتبر التمرين دوت هو التمرين الوحيد اللي انا بلعبه الكتف الخلفي، ما بلعبش اي تمرين غيره، استمر عليها بقالي فتره كبيره يعني. بسم الله. خلاص ماشي، اخر حاجه. انت بتتكلم ولا ايه؟ يعتبر خلصنا النهارده كده، وده جزء من التمرين بتاعت الابر. طبعا معلش ما عرفتش اصورها كلها عشان الجيم برضه ما يضايقش الناس، بس اهم حاجه برضه زي ما قلت لك ما هتعطلش نفسك على اي سبب كان ان انت تتمرن. عادي ممكن تعمل عضلات باكل البيت عادي جدا، مش لازم تاكل كل يوم صدور فراخ او تدخل احتياجات من البروتين كل يوم. ف ما تعطلش نفسك على الفاضي، وابدا بالمتاح معاك، ومع الوقت هتتطور. فانت لو لقيتك مكانك عمرك ما هتتطور، عمر ما الوقت المناسب هيجي. يعني ما ادانكش واقف زي ما انت معطل نفسك بسبب ان مثلا الدايت غالي عليك او الاكل غالي ومش معاك اشتراك الجيم. كل دي حاجات يعني بتتحل، بس ما تعطلش نفسك اعمل اي سبب كان. انزل اتمرن بالمتاح معاك، وان شاء الله واحده واحده ربنا هيكرمك وهتلاقي نفسك بتظبط كل حاجه واحده واحده يعني. يعتبر كده خلصنا النهارده، معلش بقى ما صورناش الفيديو كامل، ان شاء الله استناكم في الحلقه الجايه. صور لكم برده مستواي الحالي. حاليا زي ما قلت لكم 66 كيلو، الفتره اللي فاتت كنت 74، عشان نشوف بعد فتره نوصل لفين. المستوى الحالي طبعا زي ما انتم شايفين من 65 كيلو، مستوى كويس برضه يعني ايه، شيء كويس الحمد لله لحد ما، جينات حلوه بفضل الله. وهنشوف بقى نقدر نوصل لحد فين. وانت عايز تكتب لي توقعاتك في الكومنتات، هل هنقدر نوصل بنفس المستوى اللي انا كنت عليه بالاكل اللي احنا ماشيين عليه ده ولا ايه؟ استناكم في الحلقه الجايه، مع السلامه.